السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا جماعة هاخدكم كده جولة كده على السريع فوق السطح بتاعي، هوريكم انا زارع ايه بالظبط. بسم الله ما شاء الله. يعني بس يا جماعة انا زارع حاجات، بسم الله، حاجات كتيرة اهيت، وبرضو كده اهوت، وفي حاجات يا جماعة هنا كتير اهيت. خليكم معايا يا جماعة واحدة واحدة ان شاء الله، هوريكم انا زارع ايه بالظبط. بصوا يا جماعة، حاجة هنا جرجير اهوت، بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال والروعة. طالع تقيل يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. يعني لو قبل ما يكبر شوية ان شاء الله هحاول اخفه كده، بعض العود كده ان شاء الله هحاول اخفه لانه طالع تقيل قوي. طالع كويس، يعني حاجة زي ما انتم شايفين كده، حاجة روعة يعني. هو لسه يا جماعة مزروع دلوقتي بقاله اسبوع اهو، ده يا جماعة كده عمره اسبوع. ديت يا جماعة برضك سبانخ، زرعها برضك مع الجرجير. دي برضك يا جماعة عمر اسبوع. بس السبانخ يعني ايه، ممكن تكون بتقعد مثلا 3 4 ايام عقبال ما بتنبت وتطلع، لكن الجرجير بينبت بعد يومين بالظبط. اهو زي ما يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، السبانخ لسه اول مرة ازرعها، لكن الجرجير انا بزرعه على طول. السبانخ لسه اول مرة ازرعها، فانا زرعت جردل واحد بس. كنت عايز ازرع اكتر من كده، انا لسه معايا تجاوي يا جماعة، بس انا قلت اما اجرب كده بس في جردل. زي ما انتم شايفين كده، حاجه جميله جدا. ان شاء الله هزرع الكميه اللي معايا كلها، هجيب 5 6 جرادل ان شاء الله وازرعهم، عشان خاطر لما اجي اقطف منهم ولا اجي اعملهم يستاهلوا يتعملوا ايه طبخه يعني. لكن كده يا جماعه دي كانت ايه، كانت تجربه بس. فانا حبيت اوري لكم بس ان السبانخ بينفع في اي حته. وبعدين كمان الجذور بتاعته عامله زي الجرجير بالظبط، وممكن تكون اكبر سنه، ما بتمدش في الارض قوي يعني. تمام كده يا جماعه. وده طبعا يا جماعة دي جردل، وده جردل، وده جردل، تلات جردل اهمت. ده طبعا يا جماعة انا زارعهم فاصوليا، برضو بقالهم اسبوع كده. بس طبعا الفاصوليا بتغيب شوية عقبال ما تطلع، يعني مثلا قدامكم كمان اسبوع كده ولا حاجة عقبال ما تنبت وتطلع ان شاء الله. بإذن الله لما تطلع برضو هحاول اصورهم. دول يا جماعة مزروعين برضو فاصوليا. بصوا يا جماعة، في حاجة هنا اهيت زي ما انتم شايفين كده، يعني الشج ده يا جماعة تحت فاصوليا. ممكن مش عارف اصلا هي بتغيب قد ايه. الشجر ده يا جماعه تحت، انا انسان زارع هنا يا جماعه، وزارع هنا برضو اهو، زارع في كل نجره حبتين، عشان خاطر كده كده ان شاء الله لما حبتين يطلعوا هشوف العود اللي فيهم اللي شدت حلو يعني وكويس، وهسحب التاني اشيل وهخله يعني. تمام كده يا جماعه، زارع 3 همت ان شاء الله برضو لما ينفعوا باذن الله. المره الجايه هو هحاول ازرع اكتر من كده. نخش بقى يا جماعه على البصل اللي انا زرعه اهو يا جماعه. كنت طبعا كنت عامل لكم فيديو برضك عن طريقه زراعه البصل. من زراعه البصل بقى، انك تزرعه يا جماعه هنا، وبعدين كنت زرعه بدار يعني، وبعدين لما طلع خلعته وشتلته يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. كنت عامل لكم فيديو عنه، لو عايزين تبحثوا عنه يا جماعه هتلاقي الفيديو اللي عدى او الفيديو اللي قبله اهو يا جماعه. واحد، ادي 2، ادي 3، ادي 4، والخامس ده يا جماعه كان شهر رفيعين كده، فانا زرعتهم مع بعض. استخسرت ارميهم بصراحه، فزرعتهم مع بعض. يطلعوا ما طلعوش زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، طالعين كويس خالص. يطلعوا بقى يعني احسن من ما فيش يعني. حتى لو طلعت الراس صغيره شويه احسن برضو، اما تتربي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. والعود زي ما انتم شايفين كده، عود كويس ومتين، والارض كويسه، حاجه جميله بصراحه. وده يا جماعه هنا برضو توم اهوت، توم زي ما انتم شايفين كده، زرع برضو هنا توم اهوت. لسه برضو اول مره برضو كده زرعت توم برضو على السطح، هحاول المره الجايه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا زارع هنا توم في اكياس اللي هي بتاعت الزراعه يا جماعه. يعني انا ممكن اجيب من دي مثلا 100 كيس مثلا ولا 150 كيس، تمام، وازرع مثلا في كل كيس تومية زي دي كده. هتطلع لي مثلا في كل كيس مثلا تومية 150 كيس او 200 كيس، يطلع لي 200 راس توم. جميله جدا بصراحه يا جماعه، وحاجه كويسه جدا. وبعدين اصلا الاكياس دي اصلا هي اصلا مخصصه اصلا للزراعه يا جماعه، متينه ما بتتقطعش من الشمس، مش زي الاكياس بتاعه السوق ان هي بتاعه الخضره يعني وكده بتتقطع. لقيت يا جماعه اصلا معموله اصلا للزراعه، مخصوص اصلا للزراعه، فتلاقيها متينه حتى لو اتحطت في الشمس ما بتخسرش بحاجه يا جماعه. اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجة جميلة جدا بسم الله ما شاء الله.
طبعا هنا برضو خاص اهوت، 1 2. ده طبعا يا جماعة انا كنت زارعهم هنا، وطبعا لسه في خاص كمان دومت بس كانوا فاضلين كده فانا زرعتهم هنا. نخش يا جماعة على بقية الخاص بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. نبدأ من اول هنا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. انا زارعهم بردك بقالهم دلوقتي دخلوا في يعني 4 ايام كده يا جماعة. دخلوا في 4 ايام كده اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة الحبة اللي فوق دولت خلاص بدأت تندمت يا جماعة، طالعين لسه جداد وخلاص. سيبوكوا يا جماعة من اللي تحت ده، خلاص ده كده اصلا بيصفر وبيجع خلاص. ده يا جماعة الورق الجديد، الجزء ده كله ورق جديد اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة اهوت. بسم الله ما شاء الله. يعني عشان بس والله يا جماعة انا ما عنديش اكياس. انا لو عندي اكياس زي اللي كنت موريها بتاعتكم دلوقتي، كنت موريها لكم دلوقتي اللي هي بتاعت الزراعة، كنت زرعت كمان عدد كفاية. بس انا ما عنديش اكياس يا جماعة للاسف، وما عنديش كمان تراب زيادة. فدي بس اللي مأثر معايا والله يا جماعة. انا اصلا عن نفسي انا بحب الزراعة جدا، بس للاسف والله انا ما عادش عندي تراب خالص. فانا انا استخدمته كله. فانا اصلا زارع حاجات كتيرة. هحاول ان شاء الله اتصرف في اكياس، هحاول اتصرف في التراب. هو الاكياس يا جماعة مش مشكلة، انا كده هشتريها. بس المشكلة عندي دلوقتي في التراب يا جماعة. انا اصلا ما عنديش ارض عشان خاطر اجيب منها تراب. مش عارف اعمل ايه والله. زي ما انتم شايفين كده حاجة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله. في يا جماعة هنا برضو كمان خاصية اهيت زرعها اهيت، كانت فاضلة عندي برضو من التانيين وزرعتهم. وديت يا جماعة جدر لوفا يا جماعة. انت طبعا عارفين اللوف بيجي في الشتاء اصلا وبينشف وبيطرح في الشتاء، وبيجي في الصيف بيجي في الصيف يخضر كده. يعني شوفوا يا جماعة الورق ده بيجي في الصيف بس بيخضر كده وبيبقى كويس، وبيجي في الشتاء بينشف عامل زي العنب بالظبط. برضو ليه موسم وبيجي في غير الموسم بتاعه الورق بينشف، ويجي في الموسم بتاعه الورق بيخضر تاني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة الجدر اهوت، والورق بتاعه اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. انا اصلا كنت عامل الحبل اهوت عشان خاطر يمشي عليه اهوت. شوفوا يا جماعة الورق اخضر ازاي، الورق قصدي ناشف خالص. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله مطلعين لوفة عاملة ازاي. لوفة كبيرة يا جماعة. في طبعا اكبر من كده بس طبعا اهو دي اخره كده. ولسه عامل يا جماعة في حبل اهوت برضو كمان زي ما انتم شايفين كده، حبل اهوت عشان يمشي عليه على السور. بس طبعا يا جماعة اللوفة دي فيه اكبر منها، بس طبعا يا جماعة عشان خاطر ديت برضو مش مزروعة برضو في ارض زراعية، دي مزروعة بجردل. طبعا ارض زراعية برضو بيبقى لها وضعها يعني اكيد يعني بالنسبة طبعا للتراب وبالنسبة للسباخ وبالنسبة طبعا كمان للتهوية. بيبقى في عوامل تانية كتير بتبقى برضه شغالة يعني. فطبعا اكيد يعني مش هتجيب زي ديت، بس احنا بنقول يعني ايه احسن من مفيش برضه. دي طبعا يا جماعة كويسة. طبعا ان شاء الله انا هستخدمها وهحاول اطلع الحب منها يا جماعة. هحاول اطلع الحب منها وهزرع تاني يا جماعة جرادل باذن الله، عشان خاطر انا عايز املى السور ده كله، املاه كله لوف ان شاء الله يا جماعة. احنا مع بعض ان شاء الله. واول اي حاجة انا بزرعها يا جماعة بوريها لكم. نخش بقى يا جماعة على النعناع زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. طبعا كنت عامل لكم برضك طريقة زراعة برضك النعناع. وطبعا يا جماعة النعناع بيتزرع بطريقتين يا جماعة وجهة نظري. يعني ممكن تمسك مثلا عود زي ده، ممكن تمسك عود زي ده وتزرعه واقف كده وتخلي الشوشة باينة لفوق. وفي طريقة تانية ممكن تنيمه كده وتردم عليه. طبعا انا عملت يا جماعة الطريقة ديت والطريقة ديت، بس بصراحة يا جماعة الطريقة اللي نجحت معايا الطريقة اللي انا زرعت بيها العود العود واقف ديت يا جماعة. وده الجردل ده انا زرعت فيه يا جماعة عودين كان العود واقف كده بسم الله ما شاء الله. بقالهم فترة. بقالهم فترة طبعا. مش عايز اقول لكم يا جماعة دخل معايا جوه في 5-6 شهور. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده العيدان دي كلها انا بقطف منها كل يوم وانا بعمل شاي. كل يوم بقطف منها يجي 2-3 في اليوم اهو. زي ما انتم شايفين كده بقطف منه ورق وبالورق بيطلع تاني.
بقطف الورق الكبيرة وبيطلع تاني زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، مالين المكان كله اهوت يا جماعة. الجردل بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة، فيه ورق كتير، حاجة كويسة يعني اهوت. ده كده خلاص كده يا جماعة. انا مش عايز، انا ما يلزمنيش نعناع تاني اكتر من كده، لان يعني هعمل ايه بكتره يعني. النعناع كده خلاص. انا الجردل ده كفاية عليا خالص. انا كل يوم وانا بعمل شاي بقطف عودين واروح احطهم في الشاي، وعقبال ما الف اللفه بتاعته واخلص يكون اللي انا قطفته الاولاني ايه طلع. لان النعناع يا جماعه بسم الله ما شاء الله بيكبر بسرعه جدا، وبعدين زي ما انتم شايفين كده اصلا هو ايه كتير. تمام. نخش بقى كده يا جماعه على القصب. هنا كده يا جماعه قصب اهوت. كنت جايب يا جماعه نبتين قصب وزارعهم. هنا كده واحد اهو زارعين يا جماعه اهوت. بسم الله ما شاء الله نبقى واحده بس كده طلعت يا جماعه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده طلعت كام عود؟ 1 2 3 4 يجي 5 يا جماعه. 5 عيدان من عود واحد. بسم الله ما شاء الله. القصب بيخلف اصلا يا جماعه، وبتبقى نصيب، ممكن يخلف ياما ممكن يخلف شويه صغيرين. بسم الله ما شاء الله. هو كده اصلا القصب مش محتاج حاجه يعني، وبيعوز ميه بس زي ما انتم شايفين كده. وده كمان يا جماعه اهوت كنت زارع هنا برضو نبة قصب، بس كانت كبيرة شوية، واخدة الجردل كله بالعرض من أول هنا لحد هنا. كانت واخداها كلها طبعا وردمت عليها طبعا. طلعت 2 يا جماعة. واحدة اهي، واحدة الناحية التانية دي، ودي طبعا الاتنين دولت طالعين من دي، الاتنين دولت طالعين من دي. تمام كده يا جماعة. طلعت 2 اهي، واحدة هنا وواحدة هنا. بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة يعني اهوت يا جماعة. القصب اهوت من بعيد. ادي الجردل الاحمر ده والجردل الابيض. حاجة جميلة جدا وكبير يعني، حاجة تحفة. نخش بقى يا جماعة على اخر حاجة معانا، الصبار يا جماعة. الصبار طبعا يعني حاجة يا جماعة، يعني مش عايز اقول لكم اكتر حاجة بتخلف. مش عايز اقول لكم يا جماعة ان الصبار ده كله يعني، ده كله يا جماعه. في هنا صبار اهوت، وفي هنا كمان صبارات يا جماعه. مش عايز اقول لكم ان الصبار ده كله يا جماعه طالع من عود واحد بس. كنت لاقي عود على الارض، كنت لاقي عود على الارض. فيعني كان زي ما يكون صاحبه لسه كان يعني ما كانش مخلوع من زمان، كان لسه اخضر وكان مخلوع بجدره. فانا خدته وزرعته في الجردل ده. زرعته في الجردل ده. الجردل ده كان كان مقطوع شويه من تحت كده، ولما الصبارة كبرت وخلفت جيت ماسك الجردل ده وحطه ملبسه في الجردل ده عشان خاطر الجدر يكبر براحته اهوت يا جماعة زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعة الاساس في ده كله هو العود ده يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده العود ده كبير قد ايه. الصبار ده يا جماعة، العود ده هو الاساس. طلع يا جماعة الصبار ده كله. وبعدين يا جماعة انا اصلا خفيت من الصبار ده كمان، شلت منه كتير جدا. وجبت طبعا الصفايح دي كلها العرض دي كلها الصغيرة ديت، وحطيت في كل صفيحة صبارة واحدة بس. وكمان الصبارة كمان خلفت فرحها. وزي ما انتم شايفين كده المنظر. عندي مزرعة صبارة يا جماعة. انا لو عايزهم يطلعوا بالمنظر ده مش هيطلعوا بالمنظر ده يعني بصراحة. وبعدين الصبار يا جماعة كمان ميزته ان هو بيستحمل، يعني بيستحمل في الصيف، بيستحمل الشتاء، بيستحمل المية. يعني انت لو غبت عنه شهر من غير ما تحط له مية عادي هتيجي تلاقيه مصفر شوية زي ما انت شايفه كده. بقاله فترة ما شربش. انا اصلا يعني مكبر دماغي منه خالص، ما بشربوش يعني غير كله فين وفين. بعدين ميزته كمان ان هو بيرجع معاك بسرعة. يعني الصبار زي ما انت شايفه كده يا جماعة محمر كده او مصفر شوية. لو اهتميت بيه يومين بس وحطيت له ميه كده لمده يومين او 3 ورا بعض، كل يوم ميه 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 ميه، هتبص هتلاقيه يا جماعه راجع تاني بطبيعته. وهتبص هتلاقيه راجع تاني اخضر زي ده واكتر كمان.
وبكده يا جماعه اكون خلصت معاكم نهايه فيديو النهارده. والله يا جماعه انا كان نفسي يكون عندي اكياس اكتر من كده او جرادل اكتر من كده او تراب اكتر من كده، عشان خاطر انا عندي حاجات تانية كتير عايز ازرعها، لان الزراعه اصلا ما بتخلصش لا في الصيف ولا في الشتاء. انا عندي حاجات تانية ممكن ازرعها. بالنسبة يا جماعة للزراعة أنا ممكن أشتري في أي وقت حاجات وأزرعها، بس المشكلة عندي بس مش في الأكياس كمان، المشكلة عندي بس في التراب، لأن الأكياس والجرادل أنا ممكن أتصرف في أي مكان، ممكن أتصرف من أي حتة، أو ممكن أزرع مثلا في الحتة اللي زي ديت، ألبسها كيس، أجيب شكارة أزرع فيها أي حاجة يا جماعة. بالنسبة للأكياس الأكياس والحتة اللي أنا هزرع فيها مش مشكلة، المشكلة بس عندي دلوقتي التراب يا جماعة. كنت حاطه في المنطقة ديت زي ما انتم شايفين كده، خلاص ما عادش عندي خالص. دي بس مشكلة عندي كبيرة كان عندي، وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة انا زرعت يعتبر يعني ما عادش عنده تراب خالص. احاول بقى اتصرف يا جماعة اجيب تراب من اي مكان. وبكده يا جماعة اكون خلصت معاكم نهاية فيديو النهاردة. لو سمحتوا يا جماعة اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك. لو المحتوى الفيديو عجبك يعني يا ريت تشترك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان خاطر لما انزل اي فيديو يجيلك اشعار بالفيديو اللي انا منزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.